يا مساء أو صباح الفل عليكم. معاكم سوريا، ويلا بينا نعمل وصفة بسيطة ولذيذة هتعجبكم إن شاء الله. هنعمل وصفة النهاردة، وصفة قديمة أوي من بتاعة زمان. فول برز، أكلة كده طعمها حلو جدا، خفيفة واقتصادية، وحاجتها كلها موجودة في البيت. أكلة كده من بتاعة الزمن الجميل اللي اختفت، اللي ما بقتش موجودة. ناس كتيرة جدا على فكرة ما تعرفهاش. جربيها هتعجبك جدا، طعمها لذيذ جدا جدا جدا. تاكليها بالمعلقه او تغمسيها بالعيش كانك بتاكلي فول. حاجه كده حلوه جدا وطعمها حكايه. يلا نشوف عملناها ازاي. جبت في الهاند بلندر، حطيت بصلايه كبيره، واربع خمس فصوص توم كبار كده. هنضربهم كويس في الهاند بلندر. جبت حله على النار، هنزل بيها بقى بمعلقه زيت، واحنا مش محتاجين فيها غير زيت بس، لا عايزين لا سمنه ولا زبده. هما معلقتين زيت كبار، هنزل بيهم بالبصلايه والطماطمايه اللي احنا ضربناهم مع بعض في الكبه. هحمرهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. خلاص اتحمروا وخدوا اللون الذهبي. هنزل عليهم بقى، ده تقريبا نص كيلو طماطم ضرباه مصفياه. هنزل بيهم عليهم وهقلبها. معلقه صلصه اللي هي الجاهزه، مكعب المرق، شويه السكر عشان اعادل مزازه الطماطم والصلصه. هقلب تقلبتين. شويه بقى الجنزبيل، الفلفل الاسود، والبابريكا، وشويه شطه. ولو مش بتحبي الشطه استبعدي الشطه، كاننا هنطبخ بالظبط كده، بنسبك تسبيكه الطبيخ. هقلب، واول ما الصلصه تتسبك معايا هزودها ميه مغليه. اهي اتسبكت تمام. هحط بقى شويه، كنت مغليه ميه في الكاتل، هنزل بيها عليها بشويه ميه حلوين كده. الاكله دي اسمها الفول برز، ملهاش اسم غير كده، فول برز. اكله كده من بتاعت زمان، مش عارفه ليه ما محدش بيعملها ومحدش عارفها. بعد ما الميه غليت معايا بالصلصه كده، هحط ده تقريبا ربع كيلو فول اللي هو فول المفصص. ربع كيلو فول مفصص، نقعاه في ميه سخنه لمده ساعه. صفيته وغسلته كويس، وهنزل عليه بقى في الصلصه اللي احنا عملناها دي. بعد لو عشان احنا نقعينه تقريبا ساعه، مش هيغيب معايا في السوا، وهو بيستوي بسرعه الفول المفصص ده. هقلبه وهسيبه لحد ما يستوي تماما. هغطي الحله وهسيبه يستوي تماما. في الوقت ده انا كنت نقعه تقريبا نص كوبايه رز، برضو غسلها كويس ونقعاها في الميه. الرز خلاص، لقيت الفول معايا استوى وبقى تمام، نزلت بنص كوبايه الرز. هقلبها برضو تقلبتين، وهسيب الرز يستوي معايا كويس. وهغطي لحد ما الرز يستوي. تقريبا الاكله دي كلها على بعضها كده ما بتاخدش نص ساعه. خلاص لقيت الرز استوى، لان انا برضو غسلاه ونقعاه، فاستوى بسرعه. خلاص هنزل بقى بالبيض. هتفتحي البيض فيها كده، بس خلي بالك عشان ما فيش قش يقع منك جوه البتاع، يعني حابه تفتحيها في طبق وتحطيها براحتك. اهو هنزل بقى بالبيض كده، هحطه فيها. البيضه هتستوي كانها لسه كانها مسلوقه، بس هتستوي جوه الفول. بس هفتح كده 3 بيضات 4 بيضات، بيضه واحده زي ما انت عايزه، على حسب الافراد اللي هياكلوا. هقوم مغطياها وسايبه لحد ما البيض يستوي. خلاص انا كنت هنا طلعته بعد ما البيض استوى. البيض مستوي تماما. تغمسيها بقى بالعيش، تاكليها بالفول بالرز مع شويه اللفت والبصل الاخضر. احلى اكله في الشتاء، والله اكله لذيذه جدا وطعمها حلو جدا جدا جدا. ومعرفش ليه الاكله دي اختفت، ما بقتش موجوده، او في ناس كتيره ما بقتش تعملها. انا قدمتها مع اللفت. حابه بقى تاكلي البيض معاها، من غير بيض مش عايزه تحطي بيض خالص براحتك. بس هي على طول ماما كانت بتعملها لنا كده. كلي احلى اكله فول برز، اقتصاديه وطعمها لذيذ جدا، ومختلفه عن اي اكله اكلتيها قبل كده، طعمها مختلف. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب. شكرا على وقتكم، وجودكم معايا بيفرق كتير. اشوفكم على خير، مع السلامه.